تبدو ظاهرة التسول مشكلة اجتماعية في الجزائر، ولكن ما يلفت الانتباه في هذه الظاهرة القديمة الجديدة دخول العديد من الأطفال والنساء هذا المجال الذي يوشك أن يتحول إلى مهنة تدير على أصحابها الأموال الطائلة. جمال العريبي والمزيد من التفاصيل في هذا التقرير. في شارع قريب من وسط المدينة تجلس امرأة في العقد الثالث من عمرها إلى جانب أبنائها الثلاثة تستخدمهم لطلب مساعدة المرة. وعند اقترابنا منها لم تتردد في الإجابة على أسئلتنا حول ظاهرة التسول التي أخذت بالازدياد مع انتشار حالات البطالة والفقر والتشرد. ما عندي لا خدمة لا زفة، نقعد على طلبة. وش ندير؟ أنا 6 سنين خرجت من الزنقة، جبت الطفلة من 6 شهور في كرشي. الراجل عندي يخدم نهار وزود، يخدمش لبدا. عندي 3، هاي طفلة وزوج دراري. كيفاش راك تشوفي انت الحال هذا تاع الطلبة؟ حل؟ والله غالب ماشي حل بصح. لله يا محسنين، صدقة على الوالدين تجدونها يوم الدين. هي عبارات ليست لشاعر وإنما لمتسول أصبح يتفنن في طلب المال. منهم من يستغل عاهاته المستديمة، وكم هي كثيرة مناظر أطفال يبكون يستديرون عطف المرة في تقديم ما يسدون به رمقهم من الجوع والعطش. ما تسقسيني شرح ربي يسهل. ما كيش حابة تهضري؟ ماشي باغي نهضر. علاه؟ روح ربي يسهل. أمالي مسروقة ماشي كاميرا. والله لا أنا كون يعاونوني ويولي لاباس عليا خدامة ولاباس عليا ما نطلبش. طلبة هادي ماشي حل، طلبة غلبة. حوس. هل يستحق هؤلاء المتسولون العطف أم الشفقة لحالهم نتيجة ظروفهم الصعبة وحالاتهم الاجتماعية القاسية؟ وهل يكون الحل بإعطائهم ما يسد الرمق أم توفير عيش كريم بعيدا عن سلطة النصابين؟ جمال العريبي لأخبار الآن، الجزائر.